يا هلا يا وحوش استخبص، بص لي في عيني كده. يا عم بصيت تمام. انت تعبت من الافيليت والنتائج صفر، صح. وكمان زهقت من كتر ما بتنشر روابطك في كل حته والناس بتعملك بلوك او ريبورت. ايوه صح. طب خليني اصدمك، الناس مش بتكره المنتج بتاعك اللي انت بتبيعه، لا الناس بتكره طريقتك في عمليه البيع. في 2026 البيع المباشر بقى زي الندهه بالظبط، اللي بيقرب منه بيتحذر. النهارده اعلمك الافيليت الخفي انفايزابل افيليت، ازاي تخلي الناس هي اللي تجري وراك وتقول لك بالله عليك يا استخبص ادينا الرابط بتاعك. هنغوص في اسرار اسورتي هاكر اللي بيبيعوها بالاف الدولارات، وهديها لك هنا على الطبليه ببلاش. لو عايز تعرف ازاي تعمل ثروه من غير ما تبيع حاجه، كمل الفيديو للاخر علشان في قنبله في نص الحلقه هتغير حياتك تماما. وخليك فاكر ان استخبص مش بتاع شروحات، استخبص بتاع استخبصات الكورسات الاجنبيه المدفوعه مجانا. ويلا بينا بعد الفاصل. بص يا برنس، الافيليت التقليدي مات وشبع موت، واحنا النهارده في الجنازه بتاعته. طب ليه؟ هقول لك، علشان خوارزميات جوجل ويوتيوب وحتى ريدت بقت صايعه قوي. اي حد بيحط لينك مباشر دلوقتي بيعتبروه سبام وحسابه بيطير في ثانيه. بلغه الارقام تمام، الاحصائيات بتقول ان 99% من المبتدئين بيفشلوا علشان بيستخدموا اسلوب الشحاته الرقميه. علشان كده انفايزابل افيليت او التسويق الخفي هو الحل السحري. الفكره هنا قايمه على الهندسه العكسيه، بدل ما تدور على حد تبيع له، لا هتدور على مشكله تقنيه معقده وحلها، والحل ده هنخليه يبان بالصدفه البحته هو المنتج بتاعك. ده اللي بنسميه فاليو فيرست استراتيجي. يلا نطبق اول خطوه من غير ملل تقني، قهوتك وحصلني. تعالى لي بقى يا معلم للوحوش ريدت وكوره، ودول فعلا منجم دهب بس عضاضين. لو دخلت قلت اشتري ده هتاخد شادو بان قبل ما تدوس انتر اصلا. السر هنا بقى فين؟ في حاجه اسمها استراتيجيه المساعد الخفي. يعني ايه؟ يعني حضرتك مش هتتعامل كمسوق، هتتعامل كخبير تقني. لو حد سأل مثلا ازاي احمي صور من السرقه، مش هتقول له اشتري البرنامج ده، لا انت هتشرح 3 طرق يدويه صعبه وتضيع وقته، وفي الاخر تقول له انا عن نفسي بستخدم اداه صغيره بتعمل كل ده في ثانيه بضغطه زر. لو حد عايزها يبعت لي. هنا الناس يا معلم هتطلب اللينك على طول. ده هو الافيليت الخفي في ابهى صوره. تعالى بقى نشوف نعملها ازاي مع بنترست بشكل موازي زي ريد وكوره. خش على البهريز يا كبير. بنترست في 2026 بقى ماكينة ترافيك، ده لو انت عرفت تشغله صح. فبدل ما تنشر صور منتجات، لا انشر انفوجرافيكس بتحل مشاكل من خلالها، او استخدم الذكاء الاصطناعي علشان تعمل صور جماليه تخطف العين. وكمان ممكن تستخدم حاجه حلوه قوي مفيش حد بيعرف عنها، حاجه اسمها ديسكورد ويب هوكس، علشان تتابع الترندات لحظه بلحظه وتنشر صورك في الوقت الصح. الثوره هنا مش ان انت تحط لينك الافيليت في الصوره، لا الثوره انك تحط لينك لمقال تعليمي عندك، وجوه المقال ده اللعبه كلها. ده بيخلي بنترست يحب صورك ويرشحها لناس كتير جدا، لانك بتقدم قيمه ابداعيه مضافه مش مجرد اعلان وخلاص. قبل ما تقفل استنى بس، انا اديتك المقادير، فاضل اخر تركايه في الخلطه السحريه اللي هتظبط الطبخه كلها. يلا يا معلم نعرفها. ركز بقى يا معلم معايا. يعني ايه انفايزابل بريدج بيج؟ دي صفحه مستخبيه بينك وبين المنتج. بدل ما تبعت للناس المنتج على طول، ابعت لهم صفحه فيها اداه مجانيه انت عاملها بالذكاء الاصطناعي. الاداه دي بتحل جزء صغير من المشكله، وعشان يكملوا الحل لازم يستخدموا المنتج اللي انت بتسوق له. ودي يا معلم قمه الصياعه التقنيه. المشاهد بيحس انك فعلا ساعدته، ساعتها بيثق فيك وبيشتري منك وهو مغمض. ودي الطريقه اللي بتخليك تتصدر محركات البحث، لان جوجل بيشوف صفحتك كأداة مفيدة مش صفحة هبوط مملة. الافيليت الخفي مش مجرد طريقة، لا دي عقلية. ابدأ النهاردة من خلالها وبطل تبيع بالطريقة القديمة. لو عجبك الكلام المستخبي ده انزل دلوقتي اشترك في قناة استخبص وفعل الجرس علشان الحلقات الجاية فيها بلاوي تانية كتير. وما تنساش تبص على صندوق الوصف تحت، هتلاقي فيه كل المصادر والادوات اللي اتكلمنا عنها النهارده. وخليك فاكر ان استخبص مش بتاع شروحات، استخبص بتاع استخبصات الكورسات الاجنبيه المدفوعه مجانا. سلام يا وحوش.